طبعا تعرفين أن الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء قيد التداول منذ فترة، وخاصة في الأسابيع الأخيرة مع زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب، رئيس الكنيست الذي قال إنه يؤيد هذا الأمر ويدفع بهذا الاتجاه داخل إسرائيل. و إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء. طبعا تعرفين أن الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء قيد التداول منذ فترة، وخاصة في الأسابيع الأخيرة مع زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب، رئيس الكنيست الذي قال إنه يؤيد هذا الأمر ويدفع بهذا الاتجاه داخل إسرائيل. طلب المغرب منذ فترة، ليس جديد، من إسرائيل بهذا الاعتراف منذ اعتراف الولايات المتحدة عام 2020 ضمن في إطار تطبيع علاقات بين الرباط وإسرائيل. اعترفت الولايات المتحدة في عهد ترامب آنذاك بمغربية الصحراء، ومنذ ذلك الحين يعني هناك قيد التداول. أن يجب على إسرائيل من وجهة نظر المغرب أن تعترف إسرائيل، وخاصة في الفترة الأخيرة مع اشتراط، أو كما صدر يعني في الإعلام أنه اشتراط مغربي لعقد قمة النقب، أي الدول التي قامت علاقات مع إسرائيل، الدول العربية، الإمارات، البحرين والمغرب وإسرائيل، الولايات المتحدة في المغرب. يجب أن يسبق هذا الأمر اعترافا إسرائيليا بسيادة المغرب، يصدر اليوم بشكل رسمي وفق إعلان الديوان الملكي في رسالة من نتنياهو إلى العاهل المغربي. الآن السؤال هو ما الذي دفع إسرائيل، ما الذي تجنيه إسرائيل؟ بلا شك أنها مكسب مهم بالنسبة لإسرائيل، علاقات مع المغرب. وبعد هذا الاعتراف الحديث عن إمكانية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفير، وليس فقط مكتب تمثيلي أو مكتب ارتباط. زيادة التبادل التجاري الذي هو يزداد عمليا، لكن بعد هذا الاعتراف سيزداد. مسألة العلاقات بين يعني على مستوى الأعمال، على مستوى التبادل، الحديث حتى عن إمكانية إقامة تبادل حر، كل هذا مكسب. لكن الأهم هو وجود عسكري، حتى يعني ملحق عسكري إسرائيلي في المغرب في منطقة شمال أفريقيا. هذا مكسب مهم بالنسبة ل وتم الإعلان عن تم الإعلان عن ملحق عسكري قبل الإعلان عن اعتراف إسرائيل في المغرب. وبالتالي هناك من ناحية العلاقات الثنائية وناحية الوضع الإقليمي لإسرائيل، إضافة لمسألة الصورة. إسرائيل دائما تحتاج إلى القول بأنها على علاقات جيدة مع الدول، وأنها موجودة في القارة الإفريقية الآن في شمال أفريقيا. من خلال هذا الاعتراف تعزز حضورها. وطبعا بالنسبة للمغرب مسألة الصحراء هي مسألة وطنية، عامل إجماع بين كل المغاربة. لا يعني صعب إيجاد العثور على مغرب يعني تجدي مغربي يقول أن الصحراء ليست مغربية. وبالتالي من هذه الناحية هي تعتبر أنه جزء من الحشد الدولي لصالح قضية الصحراء من وجهة نظر المغرب. في هذا السياق يأتي الاعتراف الإسرائيلي اليوم. طيب وسيم، عمليا بالنسبة لقضية الصحراء، وهي قضية مستمرة منذ صحيح 4 عقود، ما الذي يغير هذا الاعتراف؟ يعني قد لا يغير الكثير من الناحية العملية. من الناحية القانونية لا تأتي مسألة سيادة الدول من عدد الاعترافات الدول. هناك الأمم المتحدة التي يعني هي بالنتيجة المرجع. الأمم المتحدة تقول بأنه يجب إجراء مفاوضات، وهناك خطة الحكم الذاتي التي تحظى بدعم كبير، خطة مغربية عمليا، لكن تدعو الأمم المتحدة للتفاوض لإيجاد تسوية. هذا الاعتراف الإسرائيلي لا يغير من القانونية كما الاعتراف الأمريكي سابقا، لكن الذي يمكن أن يغيره هو إمكانية أن تدعم إسرائيل الموقف المغربي في المحافل ولدى القوى السياسية التي تؤثر في الرأي العام أو تؤثر في السياسات. يعني بمعنى حتى اليوم الاتحاد الأوروبي، ونحن نتحدث اليوم مثل مسألة اتفاقية الصيد كما هو معروف، لأن هناك قرار محكمة العدل علق الاتفاقية مع المغرب لأنها تطال مياه لها علاقة بالصحراء، ورسميا لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة المغربية. الاعتراف الإسرائيلي لا يغير من هذه الناحية، لكن يغير ناحية ربما الحشد. وبالنسبة للمغرب
هناك حشد دولي لصالح الموقف المغربي. هذا دائما كانت الرباط تسعى له. يعني رأينا مثلا على سبيل المثال مجرد الإعلان الإسرائيلي موقف في فرنسا، إريك سيوتي من حزب الجمهوريين يدعو فرنسا للاعتراف كإسرائيل بمغربية أو بسيادة المغرب على الصحراء. طبعا بالنسبة للدول الأوروبية الأمور أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة، لكن بالخلاصة الاعتراف الإسرائيلي يؤثر على طبيعة العلاقات المغربية الإسرائيلية. ومن ناحية الصورة، ولا ننسى أن العاهل المغربي يرأس لجنة القدس، ومن الناحية القانونية لا يؤثر، لكن يؤثر من ناحية الحشد، من ناحية العلاقات الضغط إن صح التعبير. شكرا لك وسيم. شكرا لك.